قصة دانيال النبي والناس اللي كانوا متغاظين منه أيام الملك نبوخذ نصر. كان دانيال محبوبا جدا من الملك نبوخذ نصر، والناس اللي متغاظين منه مش لاقيين له أي غلطة. قالوا لا نجد له خطأ إلا من جهة إلهه وشريعة إلهه. فقالوا للملك أنت تصدر قرارا وأمرا إن أي حد يطلب من غيرك لمدة 30 يوم يلقى في جب الأسود. فالملك قال وماله، وأصدر القرار. دانيال بقى سمع الكلام ده، راح فتح كواه. كان في الأول بيصلي في الخفاء، وصلى 3 مرات كما كان يصلي سابقا. فالناس بقى اللي هم كانوا متغاظين من دانيال راحوا للملك وقالوا له إن دانيال الذي من بني سبي يهوذا لم يجعل لك أيها الملك اعتبارا. شوف الوشاية، شوف التسخين. لم يجعل لك أيها الملك اعتبارا ولا للنهي الذي أمضيته، بل 3 مرات في اليوم يطلب طلبته. بيصلي 3 مرات. حينئذ أمر الملك فأحضروا دانيال وطرحوه في جب الأسود. وقال الملك لدانيال، كان بيحبه قوي، إن إلهك الذي تعبده دائما هو ينجيك. إن إلهك الذي تعبده دائما هو ينجيك. مرة يا أحبائي يعني كان في كده تعرضت لتجربة معينة كده من بضع سنوات بعيدة. فواحد من الآباء المحبوبين لدى قلبي جدا بعت لي الآية دي، إن إلهك الذي تعبده دائما هو ينجيك. ثم قام الملك باكرا عند الفجر وذهب مسرعا إلى جب الأسود. فلما اقترب من الجب نادى دانيال بصوت أسيف، يا دانيال عبد الله الحي، هل إلهك الذي تعبده دائما قادر على أن ينجيك من الأسود؟ فتكلم دانيال مع الملك، يا أيها الملك عش إلى الأبد. إلهي أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود فلم تضرني، لأني وجدت بريئا قدامه وقدامك أيضا أيها الملك، لم أفعل ذنبا. حينئذ فرح الملك به وأمر بأن يصعد دانيال من الجب. فأصعد دانيال من الجب ولم يوجد فيه ضرر لأنه آمن بإلهه. خلي بالكم بقى أحبائي. فأمر الملك فأحضروا أولئك الرجال الذين اشتكوا على دانيال وطرحوهم في جب الأسود هم وأولادهم ونساءهم، ولم يصلوا إلى أسفل الجب حتى بطشت بهم الأسود وسحقت كل عظامهم. دي عقوبة اللي يشهي بلسانه. دي عقوبة اللي يشهي بلسانه. دي عقوبة اللي يشهي بلسانه يا أحبائي. في سفر أيوب قال الذي يسلم صاحبه للسلب تفنى عيون بنيه. وفي سفر المزامير قال الرجل اللثان لا يثبت في الأرض.